تحياتي. النهارده فيديو جديد من بازار الهواري، وهوريكم فيه نبذة عن بعض المنتجات الجلدية المهمة اللي لما تشوفوها مش لازم تجيبوها من عندي، ولكن لما تشوفوها دي أنصحكم بيها تماما. وهو ده الفكرة بتاعة المنتجات. أنا في القناة ديت بعرفكم المنتج ده كويس، المنتج ده نص نص، عشان لما تقابلوه تشتروا المنتج الكويس. النهارده معانا محفظة حلوة قوي، شيك قوي، زي مثلا المحفظة دي محفظة عليها ماركة جوتشي. محفظة حلوة جدا، جلد طبيعي. لما تشوف المحفظة دي هتلاقيها جلد طبيعي، والجلد الطبيعي هتلاقيه في المحفظة في الزوايا بتاعته كده الجلد متني، مش مطبوخ في بعضه، جلد متني. ده معناه ايه؟ معناه ان الجلد ده جلد مخفوف، يعني كان سميك وتخف خالص عشان يتني في الاخر ومتخيط عليه، وتحت الخياطه دي بيبقى فيه لزق. محفظه زي ما انتم شايفين، محفظه روعه، بسيطه، جلدها طري خالص، فيها 8 جيوب، 4 جيوب الناحيه دي و4 جيوب الناحيه دي، وفيها جيب للفلوس هنا وجيب تاني للفلوس، وفيها سوسته من ورا. في منها الشكل ده والشكل ده فيرزاتشي، نفس التقفيل برضو من جوه. وفي منها الشكل ده فيرزاتشي برضو، بس لونها اسود، والطبعه اللي عليها جميله جدا، لان انت كده عليها نص الوش بتاع فيرزاتشي، ولكن لما تفتحها كده هتلاقي الرسمه اكتملت، وطبعا مطبوعه من جوه، وجلد طبيعي طبعا على ضمانتي. والشكل اللي معانا اللي بعد كده جورجيو ارماني، زي ما انتم شايفين، برضو جلد طبيعي برضو، وهنا مختلفة عنهم من جوه في ان هي فيها مكان شفاف هنا، واربعة هنا مكان شفاف، وفي هنا جيب، وهنا 4، وبرضو من فوق هتلاقوا فيها جيبين للفلوس وسوسته. المحفظة لفتت انتباهي جدا، اضطريت ان انا اجيبها لان هي عجبتني جدا، وكان شكلها شيك زي ما انتم شايفين. دي محفظة جلد طبيعي، براند ولكن جلد طبيعي، لان اغلب البراندات اللي موجودة في السوق هتلاقوها جلد صناعي. هوريك لكم منها حاجة دلوقتي سريعة. من ضمن الحاجات المهمة جدا واللي لازم تبقى مهتم انك تبقى عارفها، كراتة زي كده. دي حافظة كروت، جلد طبيعي، الجلد بتاعها مصنفر، هتشم يعني المنتجات ديت هتشمها هتحس بسن الزفارة في الريحة. ده معناها انها جلد طبيعي، مش حاسس ببلاستيك، حاسس بزفارة. ده حجمها بالنسبة للإيد زي ما انتم شايفين، مكتوب عليها تيمبرلاند. ده مش مهم بالنسبة لنا، ولكن مهم بالنسبة لنا الخامة والفينش والشكل النهائي. ده شكلها، فيها جيب من بره ياخد كروت برضو، ولكن المهم عندنا من جوه ان الجنب ده شفاف زي ما انتم شايفين. الجنب ده فيه 3 جيوب هنا، الاهم من دول ان هي فيها منفاخ. يعني ايه منفاخ؟ يعني فيها جيب تاني كبير لما يتحط فيه حاجات كتير يستحملها، ودي تقفل عليه برضو. دي بتاعت مين اللي يستخدم ديت؟ اللي يستخدم دي اللي ما بيحبش المحافظ، واللي يستخدم دي اللي ما بيحبش يحط فلوس في المحفظه. فانت ما تاخدش محفظه عشان تحط فيها الكروت بتاعتك والفيز بتاعتك وما تستخدمهاش في الفلوس. فاحنا هنخلي الفلوس في جيبنا، يبقى نستعمل كراته. ميزه الكراته ايه؟ انك مش هتحطها في جيبك اللي ورا. ليه؟ لانها حجمها صغير، مش مستاهله يعني. فهتعمل ايه؟ هتحطها في جيب البنطلون من قدام او في جيب الجاكيت، ويبقى فيها كل الايديهات والكروت بتاعتك والفيز والكلام ده. وفي نفس الوقت انت كده كده طبيعتك بتحط الفلوس بره المحفظه، يبقى نستخدم دي. شايفين الحجم فرقه قد ايه بين دي ودي؟ فرق كبير جدا. دي هتستخدمها مش هتحطها في جيبك القداماني، هتحطها في جيبك اللي ورا. ودي ليها طبعا مساوئها وعيوبها، لان
كتر استخدام المحفظه وانك تحطها في جيبك اللي ورا، فانت القعده بتاعتك بتبقى مش مظبوطه، فالعمود الفقري ما بيبقاش مظبوط. فاحسن حاجه لو انت بتستخدم محفظه انك لما تركب العربيه، لو انت حريص لما تركب العربيه او تقعد كتير في مكان في مكتبك او حاجه زي كده، تطلع المحفظه من جيبك. ولكن لو انت بتضيع المحافظ ما تعملش الحركه ديت، خلي المحفظه ويعوض عليك صاحب العوض في العمود الفقري. اما دي فميزتها ان خلاص كده انت مش محتاج حجم الجيب اللي ورا بتاع البنطلون، انت هتحطها في الجيب القداماني او في جيب الجاكيت في الشتاء. دي من الروائع وجلد طبيعي زي ما انتم شايفين، في منها ماركات كتير، دي تمبرلاند، دي بولو، دي جي، دي جيب، دي بربري، شيك جدا، مطبوع عليها ماركة، ولكن المهم عندنا ان هي جلد طبيعي قوية. الفيديو ده النهاردة في عجالة كده هيتحط في القائمة بتاعة المنتجات الجلدية، وبإذن الله كل منتجات جلدية مهمة او لفتت انتباهي او ظريفة او هحاول اشاركها معاكم علشان تعرفوا دايما ايه الجديد في المنتجات الجلديه، وايه الحاجات اللي شكلها انتوا هتعرفوها بعد كده بالشكل. دي هتشوفوها لقيتوها في محل تعرف ان دي جلد طبيعي، دي شفتها في محل هتعرف انها جلد طبيعي، تمام، وتعرف انها قيمه وتعرف انها كويسه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وتحياتي.